في مقبرة حور محب ابن إيزيس اللي موجودة في طيبة، في المنظر اللي قدامكم ده منظر إيه؟ سوريين جايبين الجزية المصرية اللي عبارة عن فازات اللي شكلها جميل جدا. زي ما انتم شايفين لونهم كان عامل ازاي قديم، عشان تكونوا عارفين. راسهم كانت حليقة الرأس، دقنهم كانت مدببة. في ناس هتفتكر ان دول كل السوريين، لا يا جماعة، سوريا زمان كانت عبارة عن مدن، كل مدينة كان الناس اللي فيها ليها لبسهم، ليها ستايلهم، ليها شكلهم، ليها تراثهم. الموضوع ده في سوريا وفي لبنان وفلسطين. فمش معنى ان انا قلت ان دول سوريين ان دول كل السوريين، لا، دي منطقة موجودة في سوريا. في المختصر بنقول عليهم اسيويين، علشان ايه؟ بيبقى ليها اماكن معينة باسامي معينة. انا عايزاكم تلاحظوا طريقة اللبس، الستايلات بتاعتهم. وفي بقى حاجة كمان، بصوا، انا عايزاكم تلاحظوا طريقة الاتيكيت بقى في ازاي ان هم كانوا بيقابلوا الملك المصري وهم جايبين الفازات اللي معاهم، وستايل الفازات اللي هو يعتبر تابع ليهم. لان كان المصريين القدماء في هذه المرحلة بيحبوا جدا الجزية من كل بلد تيجي بتراث البلد، علشان هم بيستمتعوا بالتنوع ده. بصراحة في صور كتيرة جدا لأجناس مختلفة قديما على الآثار المصرية. في ناس بقى هتقولي ان ربنا الكلام اللي انت بتقوليه ده غلط، لان انا عارفة يا جماعة الكلام ده انا بواجهه من زمان. انا اهو تفاصيل اللوحة والرسمة وكل حاجة مكتوبة.